بعض العلماء يدعون للذهاب إلى الجهاد في سوريا، كيف تنظر إليهم؟ كذب، بهتان، ولا ينبغي لنا أن نتأخر عن تكذيبهم ولا عن كشف زيفهم وضلالهم. لو كانوا صادقين مصيبين كانت بلادنا أولى بمثل هذا. أقصد بيت المقدس. فلسطين كانت علما معلما معروفا من 60 سنة وزيادة. أين هم منها؟ ولو دعوا مرة أو مرتين، فلما لم يجيشوا ويجندوا مثل ما فعلوا هذه المرة؟ لما صارت بوابة الجنة من دمشق ومن الشام؟ كنا جيرانها في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس. أولئك كذبة خونة. ولا يكون الجهاد بين أهل الملة الواحدة والدين الواحد والجيران في البلد الواحد. ذلكم ليس بجهاد، هذا مرضاة لأعدائنا وأولياء أعدائنا. كذبوا، بدلوا. نعم، تقول أن هي دعوة مقدسة لوقف الإرهاب والعنف الدموي من قبل الجماعات التي تدعي الدين وهي بعيدة عنه. من هي الجماعات التي تدعي الدين وبعيدة عنه في سوريا؟ أعيدي بعد إذنك، ما سمعت. ذكرت شيخ صلاح الدين بأن هذه الدعوة مقدسة لوقف الإرهاب والعنف الدموي من قبل الجماعات التي تدعي الدين وهي بعيدة عنه. من تقصد بهذه الجماعات التي تدعي الدين وهي بعيدة عنه في سوريا؟ كل من جاء يبتغي دم المسلمين، كل من جاء يرفع راية الإسلام بدم أخيه، على دم أخيه، في عرض أخيه، في مال أخيه، كائنا من كان، تسمى ما تسمى من تلك الفرق والأحزاب والمذهبيات والضلالات. هذه أمة واحدة ورب واحد وكتاب واحد ونبي واحد وجماعة واحدة. من فرقها فليس منها، ومن حمل عليها السلاح فليس منها. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل السلاح علينا فليس منا. قال لنا من قبل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متى صار الدين أن يقتل المسلم المسلم، وأن يقتل الأخ أخاه، وأن تصير الشام ودمشق بوابة السماء على جماجم المسلمين؟ نعم. كذاب من قال هذا. لا دين له، لا عهد له، لا ذمة له. طيب شيخ صلاح الدين، هل من نشاطات أو ربما دعوات ستقومون بها في القدس دعما لسوريا؟ الحق أن الشام سوريا ألزمتنا مقالة حق، إنما قد علم الله أننا قمنا هذا للوقيعة التي وقعت في المسلمين جميعا في جميع بلاد المسلمين، ما كان من قبل في ليبيا حتى صار إلينا في الشام. إنما نسأل الله العافية، وأن تنكسر الشوكة، شوكة هؤلاء في الشام، وأن يرد الله الأمن للشام والسلامة والعافية، وأن ينكفئوا خائبين خاسرين. نعم. إنما لن نمل ولن نكف عن كلمة الحق وعن نصرة أهلينا. نعم. وإخواننا بكلمة الحق. الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم، أحد علماء المسجد الأقصى.